يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق، ومن كتابك نتعلم، وعلى نهج نبيك نمضي بالحياة، فقربنا إليك يا رب. إلهي، بيدك الأمر كله، علمني أن أتنازل، وأن أسامح، وأن أتقاضى، ولا تجعلني سببا لضيق أحد. اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا وأمور الآخرة. اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم صحه واحسن حال يا رب العالمين. وحشتوني جدا جدا، احلى اخوات واحلى اصحاب واحلى عيله في الدنيا. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمه. النهارده باذن الله فيديو جديد وجوله جديده كده زي ما انتم شايفين. عايزاكم بس قبل اي حاجه تشتركوا في القناه، اللي لسه مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الكل عشان يوصلكوا كل جديد. عندكم كلمه اشتراك باللون الاحمر، اتمنى كده تدوسوا على كلمه اشتراك وتشتركوا لو لسه مش مشتركين ولاول مره بتشوفونا، وتدعمونا كده بلايك للفيديو حلو زيكم. النهارده زي ما انتم شايفين كده جوله مشتريات حلوه كده. نزلنا اول حاجه الصبح انا وعدي، رحنا كده على فتح الله نشوف كده ايه ناقصنا في البيت. كنت عاوزه اشتري صلصه وعايزه اشتري ربس وعايزه اشتري بهارات، فقلت اخد عدي كده ورحت بيه فتح الله. وكمان كنت عاوزه اشوف اسعار البلح، بس اسعار البلح جوه فتح الله عايزه اقول لكم، حتى في الفيديو اللي فات اللي انتوا شفتوه كان في جمله ماركت برضو اسعار البلح كانت، عايزه اقول لكم اسعارها غاليه جدا جدا. حتى برضو جوه فتح الله الاسعار غاليه جدا جدا. هي الاسعار عامه في كل مكان غاليه، ولكن عايزة أقول لكم حتى سعر الرز كان اختلف. أنا كنت جايباه قبليها ب18 جنيه، رُحت النهارده في اليوم اللي أنا كنت باصور فيه الفيديو دوّة، عايزة أقول لكم والله العظيم ب27 جنيه. فأنتم متخيلين الفرق من 18 ل27 فرق مهول. فالحمد لله على كل حال، والمكرونة ب24، فكل حاجة الأسعار مولعة. يا رب يرحمنا برحمته ويرفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم آمين. ويصلح حالنا وحالكم أجمعين إن شاء الله، ويا رب كده ييجي عليكم رمضان علينا وعليكم بالخير يا رب بإذن الله، وعلى أمة سيدنا محمد جميعًا بالخير، ويرحم أموات المسلمين جميعًا ويرحم أمي وأبويا يا رب. طبعًا أنا قُلت آخدكم كده جولة معايا زي ما أنتم شايفين كده في فتح الله، وهنطلع من فتح الله بصراحة ما اشتريتش بلح. أنا اليوم دوّة اشتريت الرابسو اللي بيكفيني الشهر، اشتريت البهارات بتاعتي بتاعة البيت بقى طبعًا فلفل أسمر وكمون وكزبرة وشطة والحاجات دي كلها. اشتريت كمان صلصة عشان أنا باستخدم صلصة كتير، فاشتريت صلصة. عايزة أقول لكم أسعار برضه الصلصة، علب الصلصة أنا كنت باجيبها، يعني والله العظيم كنت باجيبها ب14 جنيه. تخيّلوا من 14 جنيه ل44 جنيه، وفي ب58 جنيه، بس أنا جِبت اللي هو الوسط. هو كان في ب39 وفي ب44 وكان في ب58. أنا جِبت الوسط والله. يعني أنتم متخيّلين الأسعار؟ كنت باجيبها ب14 وب18، ولمّا غليت كانت ب20 وب22. بُصّوا أول ما رفعت رفعة غبية أوي. فالحمد لله على كل حال. يا رب إن شاء الله الأيام دي بإذن الله هنقعد نضحك عليها ونقول الحمد لله أيام وعدِّت وربنا ما يرجعهاش تاني إن شاء الله. باتمنى لكم كل خير وباتمنى لكم كل سعادة، وزي ما باتمنى لكم كل خير وسعادة أتمنى لكم راحة البال والهنا والبال المرتاح، وربنا يا رب يبعد عنكم كل حاجة وحشة يا رب العالمين. أتمنى منكم دعوة حلوة من القلب ليّا، بإن ربنا كده يصلح لي حالي ويفرّج عليَّ هَمّي وييسّر لي كل أموري يا رب العالمين، ويبعد عني وعن ولادي كل أذى وكل شر يا رب. هاسيبكم تكمّلوا بقى الفيديو ده جميل جدًا. هنطلع من فتح الله نروح بقى عند بتاع البلح. في عندنا في المنطقة بتاعتي ما شاء الله صعايدة كتير أوي، أوي، محلات كده جنب بعض، وجنب بعض، جنب بعض، بُصّوا إخوات وولاد عم ومش عارفة إيه وكده، بيأجّروا محلات في الأوقات بتاعة شهر رمضان دي بيبيعوا فيها البلح. المهم دخلت عليهم، اشتريت البلح بتاع شهر رمضان الحمد لله. والأسعار
في متناول الجميع، عايزة أقول لكم في أسعار كده وفي أسعار كده. أنا جِبت البلح على قدّي واللي أنا حاباه وشايفاه كويس بالنسبة لي. عايزة أقول لكم أنا ما باشتريش حاجة وِحشة، يعني الحمد لله فضل ونعمة من ربنا، أنا مش باشتري حاجة وِحشة. ولكن عايزة أقول لكم الأسعار يعني أحسن من جوّه فتح الله صراحة. أنا رُحت زي ما قُلت لكم جملة ماركت في الفيديو اللي فات والمرّة دي في فتح الله كانت الأسعار أعلى، فهو عند الناس الصعايدة دول الأسعار بتاعتهم أقل من جوّه يعني من عند فتح الله وكده. بعد كده هاروّح البيت، أروّح الحاجة المفروض إن هاغيّر هدومي وهانزل أقابل صافي وبنتها، هنروح عجمي ستار، هنخش برضه نلِف كده لفّة حلوة وآخدكم بقى في عجمي ستار عشان نروح نشتري عباية رمضان، عشان أنا في شهر رمضان مش باطلع ببناطيل ولا باطلع بلبس ضيّق، لازم كده أكون لابسة لبس واسع، فإن شاء الله رايحة أشتري عباية ويا رب تكون عباية حلوة ويكون وشّها حلو عليَّ مش زي عبايات السنة اللي فاتت. فاكرين لمّا كنت جايبة عبايتين السنة اللي فاتت ومن أول لبسة كل واحدة فيهم هوبا اتقطعت لوحدها كده والله العظيم. بس الحمد لله قدّر الله وشاء فعل إنها جات في العباية ما جاتش فيّا أو جات في حاجة في ولادي، كويس إن هي بتيجي في حاجة فيها فلوس. المهم يا جماعة مش عاوزة أطوّل عليكم، إحنا هنا زي ما أنتم شايفين كده وصلنا عجمي ستار أهو، وقُلت بقى آخد لكم كده جولة معايا، وكانت روان مش راضية تلِف بقى سِت روان أنا جعانة مش هامشي غير لمّا آكل. قعدنا طلبنا بيتزا تمام، وأكلنا بيتزا كده، وبعد كده هنقوم نكمّل لَف كده، وهاوريكم بقى محل العبايات، وهتشوفوا كده بقى كل حاجة معانا. مش هاطوّل عليكم وأصدّعكم، أسيبكم بقى تكمّلوا الفيديو لحد الآخر، بس ما تنسوش اللايك للفيديو لو مش عاملين الفيديو ووصلتوا لحد الحتّة دي ومش عاملين اللايك حطّوا اللايك، وصافي بتقول لكم حطّوا لايك وبتعمل لكم قلب. بُصّوا بقى البت عاملة إزاي. يالّا ادعمونا كده وفرّحونا علشان إن شاء الله نعمل معاكم فيديوهات تانية كتيرة. يالّا أسيبكم تكمّلوا الفيديو على خير.
طبعًا شُفتوا كده الجولة اللي إحنا أخدناها كده جوّه مول عجمي ستار، وإحنا طالعين كده بقى ده بتاع المكسرات السوري، كنت عاوزة أشتري خروب مجروش عشان طبعًا العصير بقى في رمضان، جِبت كده كيلو خروب مجروش، وطبعًا كده قُلت أجيب حاجة كده نفرّح الولاد، جِبت كده تُمن كاجو وتُمن فستق، حاجة كده بسيطة، هو الكيلو ب480 الكاجو، والفستق برضه نفس الكلام. يعني التُمن ب60 يعني حتى مكتوب عليه التُمن ب60 أخدت تُمن وتُمن واشتريت كيلو كده خروب زي ما قُلت لكم عشان العصير، وده الكاندي طبعًا، عايزة أقول لكم ولادي بيعشقوا الكاندي جدًا، جدًا، وأنا أصلًا باعشقه، أنا طفلة أصلًا. هنا كده وإحنا خارجين كده خلاص يعني ده كده المخرج هو وأنتم طالعين كده من تحت كده على السلالم اللي هي الكهربائية دي، بتلاقوه في وشكم كده في وشه على طول الباب بتاع الخروج. حبيت برضه كده آخدكم الجولة الحلوة السريعة البسيطة دي معايا أحب أكون شاركتكم كده كل حاجة. بعد ما طلعنا صفا قالت لي بقى إحنا تعالي نلف كده بالعربية ننزل لحد كده كوبري ستانلي ونحوّد على بحري نخش كده عند فرج أبو خالد ناكل كبدة عشان كان نِفْسها تاكل كبدة وقابلنا واحدة صاحبتها تمام، برضه نِفْسها كانت تاكل كبدة فقالت لي إيه تعالي ناخد كده لفة بالعربية ننزل لحد البلد ناكل كبدة ونرجع تاني، فهنا بقى إيه زي ما أنتم شايفين أخدتكم في الطريق بُصّوا إسكندرية عاملة إزاي بالليل، شايفين شكل إسكندرية وروعة إسكندرية بالليل، إسكندرية في قمة الجمال، في قمة الجمال والروعة. إيه رأيكم بقى في الطريق كده حلو وجميل، وهنروح عند بتاع الكبدة بقى كده عند فرج أبو خالد طبعًا حاجته لا يُعلى عليها كلّها طازة، طازة وبلدي، بلدي، يعني كبدة بلدي، سجق بلدي وكوارع، بُصّوا كل ما تتخيلوه عنده ما شاء الله، وبصراحة عايزة أقول لكم المكان زحمة جدًا، وما شاء الله ناس بتيجي له من كل مكان. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وباحبكم أوي، أوي في الله، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة حبايب قلبي، باي باي.